عزز الإعلان المقتضب للجيش الأمريكي عن مقتل 5 من جنوده تصريحات لعسكريين أمريكيين تحدثوا فيها عن تصاعد الهجمات مع اقتراب موعد انسحاب قواتهم من العراق نهاية العام الجاري. فقبل أيام فقط تحدث الجنرال جيفري بوكانان الناطق باسم القوات الأمريكية عن تصعيد المسلحين هجماتهم، والجنرال يرى أن الهدف من هذا التصعيد محاولة من المسلحين للإيحاء بأنهم من يقف وراء رحيل القوات الأمريكية من العراق. تتنوع الهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية من هجمات بالقنابل اليدوية إلى أخرى بعبوات ناسفة، لكن مع انسحاب القوات الأمريكية من داخل المدن منذ نحو 2 أصبحت الهجمات بالقذائف الصاروخية وقذائف الهاون أكثر الهجمات رواجا. أحدث إعلان من الجيش الأمريكي عن مقتل جنود له في العراق عن طريق ما يسميها نيرانا غير مباشرة كانت في نيسان أبريل الماضي، حيث قتل 3 جنود في قصف استهدف معسكرهم. يتزامن هذا التصاعد في الهجمات ضد القوات الأمريكية مع تصاعد كبير في الهجمات التي تستهدف القوات العراقية ومؤسسات الدولة، وارتفاع في وتيرة عمليات الاغتيال لكوادر مهمة في أجهزة الأمن، وهو أمر قد تجد فيه الحكومة العراقية مبررا كي تطلب تمديد بقاء القوات الأمريكية بعد نهاية عام 2011. هذا التمديد الذي لم يتردد مسؤولون في الإدارة الأمريكية في الإعلان عن رغبتهم فيه، لكن التمديد إن حصل سيضع حكومة المالكي في موقف لا تحسد عليه، فلطالما تحدثت عن جاهزية قواتها لملء الفراغ الذي ستتركه القوات الأمريكية، وسيكون لقرار التمديد عواقب وخيمة، خصوصا مع تصاعد الرفض الشعبي له وإعلان الفصائل المسلحة عن استمرارها في القتال حتى خروج آخر جندي أمريكي من العراق. كما أن الحكومة وأجهزتها الأمنية ستجد نفسها بالإضافة إلى ذلك في مواجهة مع ميليشيا جيش المهدي التي أعلن زعيمها أنه سيرفع عنها قرار التجميد فور صدور قرار التمديد.